السلام عليكم متابعيني الكرام، أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم سمر. النهاردة إن شاء الله عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن فوائد الخس. الخس أول من زرعوه كان القدماء المصريين، لكن سبب شهرته كان الرومان. وأكبر دولة منتجة حاليا للخس هي الصين. لو عايزين تعرفوا فوائد وأضرار الخس يلا بينا مع بعض نتعرف عليها في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد لو أول مرة بتتفرجوا عليا. النهاردة إن شاء الله عنوان حلقتنا هيكون فوائد وأضرار الخس. كمان هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن الخس الكابوتشي. طيب تعالوا كده نشوف حلقتنا النهاردة هتنقسم لثلاث أقسام. أولا هنتكلم عن أهم 7 فوائد طبية للخس. ثانيا هنتكلم عن أهم 3 أضرار للخس. ثالثا هنتكلم هل يصلح الخس لمرضى السكري أم لا. تعالوا نشوف أول حاجة أهم 7 فوائد طبية للخس. رقم 1، الخس مفيد جدا لصحة القلب، وده نظرا لأنه غني جدا بالبوتاسيوم اللي بيحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية والشرايين. واتكلمنا في فيديوهات سابقة قبل كده وقلنا إن معظم الخضروات الورقية أو كلها تقريبا غنية جدا بالبوتاسيوم اللي بيكون أصلا مفيد لصحة القلب. كمان الخس غني جدا بحمض الفوليك. تاني فايدة معانا النهاردة، الخس مفيد جدا لمرضى الكوليسترول، وده لأنه غني جدا بالألياف اللي بتساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم. طيب أحيانا الناس بتسأل سؤال، هو أنا ممكن يكون عندي كوليسترول وأقدر أكل بيض عادي؟ الرد بيكون ممكن تتناول من بيضة لبيضتين مثلا يوميا، لكن بشرط يكون جنبها أي نوع من الخضروات الورقية زي الخس أو الجرجير أو ما شابه، لأن ده هيقلل من امتصاص الكوليسترول اللي موجود في البيض اللي احنا بناكله. تالت فايدة معانا النهاردة، الخس طعام مثالي أثناء الحمية الغذائية أو الدايت أو الرجيم، وده بسبب إن 100 جرام خس بيمدونا ب15 سعر حراري فقط. فهنا لما هناكل الخس هنحس بالامتلاء في المعدة وكمان الشعور بالشبع. رابع فايدة للخس معانا النهاردة، إنه مفيد جدًا لصحة المرأة الحامل، وده لإن الخس غني جدًا بحمض الفوليك زي ما قُلنا. وطبعًا كلنا عارفين إن حمض الفوليك مهم جدًا للمرأة الحامل لإنه بيحمي من تشوهات الأجنة. عشان كده بننصح المرأة الحامل لازم تهتم يوميًا بوضع الخس في طبق السلطة بتاعها. خامس فايدة معانا النهاردة، الخس بيساعد في علاج الأرق، وأيضًا بيساعد على النوم الجيد. الفايدة دي يا جماعة بتكون موجودة أكتر كمان في زيت بذور الخس. سادس فايدة معانا النهاردة، الخس مفيد جدًا لصحة العين، وده نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية جدًا من فيتامين أ. آخر فايدة معانا النهاردة اللي هي رقم 7، الخس مفيد جدًا لصحة العظام، وده مش لإن الخس بيحتوي على كالسيوم أبدًا، هو مفهوش كالسيوم خالص، لكن الخس بيحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين ك أو بالإنجليش اسمه فيتامين ك، اللي هو بيلعب دور مهم جدًا في صحة العظام في الجسم. بكده نكون اتكلمنا عن أهم 7 فوايد طبية وصحية للخس. تاني جزء في حلقتنا النهاردة يلا بينا نشوف أهم 3 أضرار للخس. رقم 1، التلوث البكتيري. للأسف بعض الممارسات الغير سليمة قد تزيد من خطر تلوث الخس بنوعين من البكتيريا. أول نوع معانا النهاردة بكتيريا السالمونيلا، والنوع التاني بكتيريا الإيكولاي. النوعين دول يا جماعة من البكتيريا ممكن يسببوا إسهال حاد جدا، وكمان بيسببوا ارتفاع في درجات الحرارة. عشان كده في ملحوظة مهمة هنا لازم نقولها لست البيت، لابد من غسل الخس جيدا قبل تناوله. ونقطة بقى عايزة أقولها، يعني أي نوع من الخضروات مش الخس بس، أي نوع من الخضروات ننقعه في مَيّة بخل كويس أوي قبل ما ناكله يا جماعة، ده إن شاء الله بيموت أي بكتيريا أو فطريات موجودة في قلب الخضار اللي موجود معانا. طيب تاني ضرر معانا النهاردة، التلوث بالمعادن الثقيلة. يعني إيه؟ للأسف الخس بيسحب المعادن الثقيلة من التربة وبكده بتنتقل إلى جسم الإنسان، عشان كده يا جماعة بنقول لازم نغسل الخس كويس جدًا. تالت ضرر بقى معانا النهاردة، إن الخس قد يتعارض مع بعض أدوية السيولة، وقلنا الكلام ده في فيديوهات تانية قبل كده زي فيديو البصل الأخضر، إن في ناس بتاخد أدوية لسيولة الدم، وفي أنواع من الخضروات بتتعارض مع الأدوية دي، عشان كده لازم نستشير الطبيب بتاعنا قبل تناولها. هنا بقى
هنتكلم عن السؤال المهم والأهم في حلقتنا النهاردة: هل الخس يصلح تناوله لمرضى السكري؟ والإجابة طبعا يصلح، وده لأن محتوى الخس من الكربوهيدرات قليل جدا. كمان تلتين الكربوهيدرات اللي موجودة في الخس عبارة عن ألياف اللي هتحسن من حساسية مستقبلات الأنسولين، وكمان هتقلل من مقاومة الأنسولين، ده غير إن سعراته الحرارية قليلة جدا، وكمان هيقلل من الكوليسترول الضار اللي بيكون مرتفع عند كتير من مرضى السكري. تمام. تعالوا كمان نتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا، هنتكلم عن فوائد الخس الكابوتشي. طبعا كلنا بنحبه لأنه طعمه لذيذ جدا، وخلينا نتكلم عنه نبذة سريعة كده. الكابوتشي من الأطعمة الغنية جدا بمضادات الأكسدة اللي بتتميز بخصائصها المضادة للالتهابات ومكافحة الشيخوخة. كمان الخس الكابوتشي بيساعد على إنقاذ الوزن، وده لأنه غني جدا بالألياف وبيدي إحساس بالشبع. كمان طعمه لذيذ جدا، وأيضا بيساعد على تقوية العظام في الجسم، وده لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين كاف. عشان كده بننصح كمان بيه، بما إنه بيساعد على تقوية العظام بننصح بيه للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل، وكمان بننصحها بيه أثناء فترة الرضاعة عشان يفيدها ويفيد جنينها، وده للمساعدة في الوقاية من نقص الكالسيوم في الجسم. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. بتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ويا رب يعجبكم، وما تنسوش بقى اللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل فيديوهاتي الجديدة اللي جاية ان شاء الله. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم. استنوني ان شاء الله في فيديوهات كتيرة جاية بإذن الله. دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة. مع السلامة.